الحقيقة الوسط الفني طول عمره مليان بحاجات غريبة ومريبة، وخصوصا من الفنانات. عندنا نوعين من الفنانات: فنانة بتبقى متحفظة وواخدة بالها ومحافظة قوي على الأدوار اللي هي بتنقيها، وفنانة تانية بتعمل أي دور نظير المادة، بتعمل أي حاجة نظير الفلوس، بتقبل أي دور نظير الفلوس. ولكن بصراحة منى زكي كانت محطوطة في حتة كده هي وأحمد حلمي، والحقيقة تقدروا تقولوا إن هي نهت عليها بالفيلم اللي هي عملته. في ناس بتقولك في الوسط الفني إن أنا لو اتعرض عليا الدور ده أنا كنت عملته، ده دور جميل ومميز. منهم الفنانة المثيرة الغريبة اللي طول عمرها بتطلع تتكلم في حاجات غريبة الشكل، وهي الفنانة إلهام شاهين، اللي بتقول إن الدور ده كنت أتمنى إن هو يتعرض عليا. والغريب في الموضوع إن النهاردة أنت محتاجة إيه تاني يا إلهام يا شاهين بعد ما عملتي كل اللي عملتيه في الفترة اللي فاتت من أدوار إغراء، وأدوار كلها ما كانش حد يقبلها في السن بتاعك، ولكن في الأول وفي الآخر بالنسبة ليكي كنت واضحة من الأول، ولا تلامي على اللي انت عملتيه أو بتعمليه، لأنك كنت من الأول صريحة وقلتي أنا بقبل أي دور، أنا مش فارقة معايا أي حاجة، لأن إحنا بنوصل رسالة. الحقيقة الغريب في الموضوع نفسي أفهم رسالة إيه اللي كنت بتوصليها في أي فيديو إغراء كنت بتعمليه، ولكن كل واحد عجبه دماغه. وبنقدر نقول خصوصا الفنانات اللي كبروا لما بيحسوا ان البساط انسحب من تحت رجليهم بيحاولوا يعملوا اي حاجة عشان يظهروا على السوشيال ميديا. نرجع لموضوع منى زكي. والحقيقة منى زكي كلنا مصدومين فيها، لانها بصراحة ما شفناهاش في ادوار يعني مش كويسة، او تقدروا تقولوا ان احنا كنت حاطينها في حتة كده بنقول ان هي ممثلة محترمة، وان زوجها راجل محترم وله ارضية، ونقدر نقول ان هو ما كانش متقبل ان هي ممكن تعمل اي حاجة زي كده. ولكن الغريب لما تبقى النهاردة منى زكي وهي صغيرة ما تعملش الحاجات دي كلها، ولكن تعملها لما تكون عندها بنت على وش جواز. الحقيقة أنا مش عارف أنتوا بتفكروا إزاي، ولكن إن دل يا جماعة دل على إن الوسط الفني كله غريب ومريب، وإن في حاجات إحنا ما بنبقاش عارفينها، في حاجات خلف الستار ما بنبقاش واخدين بالنا منها. ونان خالد الصاوي كان عمل فيلم عمارة يعقوبيان، وكان من وجهة نظره ساعتها ان الموضوع عادي، ان هو شخصية وبيجسدها، وما لا شك ان الفنان خالد الصاوي من الناس المحترمين جدا جدا جدا، والناس الموهوبة، والناس اللي بتعمل الدور وبتتقنه، لانه ممثل جميل جدا وممثل محترم جدا. ولكن كان الدور اللي عمله في عمارة يعقوبيان ما كانش متخيل ان هو هيلاقي النقد اللي هو شافه بالطريقة اللي هو شافها. وفي الاول وفي الاخر ده راجل، وفي الاول وفي الاخر برضو الناس ما سابتهوش، لان في الاول وفي الاخر كلنا بنخضع لمجتمع شرقي له طباعه وله تقاليده اللي ما نقدرش نخرج من تحتها. ففي الاول وفي الاخر بما اني عايش في مجتمع شرقي لا يمكن اخرج من تحت طباع المجتمع الشرقي. يعني نقدر نقول ان كان الفنان خالد الصاوي في الفترة دي ممكن يكون ما كانش مدرك حجم الدور اللي هو بيعمله، او تقدروا تقولوا ان خبرته في الشغل ما كانتش تقدر تخليه ان هو يتوقع حجم النقد اللي هو هيشوفه. بدليل ان الفنان خالد الصاوي لما طلع وبيسألوه على موضوع منى زكي والكلام ده كله، قال يا جماعة انا ما كنتش اتمنى ان منى تعمل الدور ده، لان منى مش مدركة حجم
الانتقاد اللي هيجي لها. انا عملت دور في عمارة يعقوبيان، بصراحة الدور انا كنت بعمله لان انا كنت شايف انه دور مهم، ولكن قابلت كمية نقد بطريقة رهيبة، فلا كنتش اتمنى انك يا منى تعملي الدور ده. الاول وفي الاخر احنا عايشين لسمعتنا، احنا عايشين عشان خاطر ولادنا، احنا عايشين عشان خاطر نبقى فخر لأولادنا، مش عبء على أولادنا أو إن إحنا أولادنا يستعروا مننا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، واللي كمل معانا الفيديو لحد الآخر نتمنى دعمه للفيديو باللايك والشير. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.